درس الرياضيات للصف السادس الابتدائي. الخطوات الأربع لحل المسائل. هذا الموضوع أو هاي الخطوات الأربعة جدا مهمة لفهم وحل المسائل. الخطوة الأولى الفهم، والخطوة الثانية التخطيط. خطوتان مهمتان جدا، وأكثر الطلاب للأسف يبدأون رأسا بالحل ويجوز ما يركزون كثيرا على هاي الخطوتين، وإنما يركزون كثيرا على الحل ويبدون يحلون، مثلا يبدون بطريقة ويجوز الجواب يكون غلط ويمسحون الطريقة ويبدون بغير طريقة، وهكذا يعني أكثر الوقت يروح لأنه يجربون طريقة وبدون نجاح. بعدين التحقيق، أكثر الطلاب يجوز ما يتحققون في الجواب وما يفكرون هل الجواب معقول أم غير معقول. الآن من عرفت إنه الخطوة الأولى فهم السؤال أو فهم المسألة ضروري جدا ومهم، مرات يجوز أحتاج أقرأ السؤال مرة، مرتين، حتى 5 6 مرات، مو مشكلة، حسب السؤال وحسب صعوبة السؤال. الآن مثلا لو نقرأ هذا السؤال: نزلت غواصة إلى عمق 240 متر تحت سطح الماء خلال 24 دقيقة، ثم واصلت الغوص بعمق 90 متر إلى أن وصلت إلى قاع البحيرة. الكلمات مكتوبة بالشكل الصحيح، الإملاء صح، مثلا نقطة في آخر السطر، وموجود مثلا علامة الاستفهام أو علامة السؤال، فأنا كل ما أشوف علامة السؤال أعرف إنه هذا سؤال لازم أجاوب. ما عمق البحيرة؟ والسؤال دائما أكثر الأسئلة تبدأ بكلمة ما، ماذا، لماذا، كيف، ومتى، وكم. هاي الكلمات يبدأ السؤال. أكو أسئلة تبدأ بكلمة مثلا هل أو حل أو أوجد، فإذا هاي همينة كلمات للدلالة على إنه علي بإيجاد وعلي بحل وعلي بجاوب بنعم أم لا. هاي كلها كلمات إنه لازم أركز وأعرف كلمات تدل على السؤال ويجب علي الجواب. هنا أنا ما عمق البحيرة، يعني جوابي لازم يكون بكلمة مثلا متر. عمق البحيرة 300 متر، كيلومتر، سنتيمتر، لأن عمق البحيرة عبارة عن مسافة، والمسافات تنقاس بسنتيمتر أو متر، مليمتر، كيلومتر، ميل، بهاي قياسات للمسافة. هنا عندي مو بس أجاوب على سؤال واحد، وإنما عندي أجاوب على سؤالين. وما الزمن؟ إذن مطلوب مني الزمن الذي استغرقت الغواصة في الغوص للوصول إلى قاع البحيرة. وبعدين عندي ملاحظة: على اعتبار معدل الغوص في الدقيقة الواحدة ثابت، هم لازم أفهم شنو قصدهم إنه سرعة الغواصة ما متغيرة. الغواصة تستغرق نفس الوقت
في الغوص للمتر الواحد أو للمسافة الواحدة. إذن هنا أنا لازم أفهم معطيات المسألة، إنه أفهم شنو الأشياء اللي تساعدني في حل المسألة، شنو المعطيات، شنو عندي، شنو المعلومات اللي عندي إنه الغواصة غاصت بعمق 240 متر، وعندي الوقت كأنه عندي سرعة الغوص 240 متر 24 دقيقة، بس 240 متر فقط جزء من المسافة، يعني قاع البحيرة أكثر من 240 متر، لأنه موجود هنا وواصلت الغوصة، يعني بعد 240 الغواصة تمشي للأسفل، تمشي مسافة إضافة 90 متر كمان، وبعدين من تمشي 90 توصل لقاع البحيرة. إذن أنا أفكر إنه الغواصة يجوز أرسم هذا سطح البحيرة أو سطح الماء، الغواصة تمشي 240، بعدين تغوص 90، إذن توصل لقاع البحيرة. فمن يريدون مني ما عمق البحيرة، أعرف إنه منا لهنا إذا أني جمعت 240 مع 90 أكيد أوصل لعمق البحيرة، وأكتب الأشياء اللي مهمة، وبعدين أعرف المطلوب مني عمق البحيرة ومطلوب مني الزمن. أول جوابي لازم يكون بالمتر، ثاني جواب لازم يكون بالدقيقة، لأنه عندي هنا دقيقة وعندي هنا متر. مرات حتى لو هنا عندي متر ودقيقة يريدون الجواب بالسنتيمتر أو بالكيلومتر، إذن مو شرط إذا عندي متر أنا جوابي لازم يكون بالمتر، حسب ما مطلوب مني وما الزمن الذي استغرقته الغواصة للوصول إلى قاع البحيرة بالساعة مثلا، يريدون الزمن بالساعات، فأنا يجب علي تحويل. إذن لازم كلش أنتبه كيف أقرأ وشنو، بعدين أخطط. كيف أخطط؟ التخطيط يعني أفكر ويا نفسي شنو أعمل حتى أجد عمق البحيرة. هنا أنا أفكر إنه أنا عندي العمق 240، وبعدين الغواصة تمشي أو تغوص 90 متر كمان، لو أجمع 240 مع 90 ينطيني عمق البحيرة. إذن أستعمل عملية جمع الأعداد حتى أعرف الغوص في الدقيقة الواحدة. إذن علي بالقسمة، قسمة 240 على 24 دقيقة، أعرف المسافة في الدقيقة الواحدة، ومن عرفت في الدقيقة الواحدة وعرفت كل المسافة عمق البحيرة، أقدر أعرف الوقت أو الزمن الذي استغرقته الغواصة. إذن هاي التخطيط جدا مهم، إنه أخطط، أفكر ويا نفسي، وبعدين من عرفت هاي الأشياء أبدي بالحل. الحل لازم أنطي وقت كلش أقل من وقت فهم السؤال والتخطيط، أنطي فهم السؤال والتخطيط وقت أكثر، مو رأسا أبدي بالحل وبعدين حلي يكون غلط. التحقيق مسألة جدا صعبة، صحيح هنا كتبوا التحقيق
كأنه سهل وأستعمل مستقيم الأعداد، ولكن أصلا هذا مو تحقيق. أستعمل مستقيم الأعداد كأنه أستعمل طريقة ثانية للحل تنطيني نفس النتيجة، إذا أتأكد بما أنه النتيجتين نفس الشيء إذا الحل صحيح. ولكن أيضا مو طريقة، لأن مرات بالطريقتين عندي النتيجة نفسها بس الحل كمان غلط، فهذا مو تحقيق، هذا وإنما طريقة أخرى لحل المسألة، طريقة مستقيم الأعداد. بس هنا بهذا الكتاب كتبوا إنه هاي تحقيق، وإنما بالنسبة لي هذا ليس تحقيقا. التحقيق يكون مثلا دائما إنه يكون هل الجواب معقول، أو أفكر مرة ثانية هل أنا جمعت صح أو ما صح، فحتى أعرف جمعت صح لو لا يجوز أني أطرح حتى أتحقق من جمعي، أو يجوز أني لو قسمت أضرب حتى أتحقق من القسمة صحيحة. بينما هنا مكتوب إنه التحقيق أستعمل مستقيم الأعداد، هذا ليس تحقيقا. إذن هسه عرفنا إنه أكو 4 خطوات، وهاي ال4 خطوات مو بس مهمة بالنسبة لطلاب الصف السادس، وإنما مهمة لكل الصفوف وحتى بالجامعة وبعد الجامعة. هاي الطرق جدا جدا مهمة. الشخص اللي يكتب أو الأشخاص اللي يكتبون لازم يكون لهم إلمام بالرياضيات وباللغة في نفس الوقت. أكو كتاب كلش يعرفون باللغة وقليل يدركون، إدراكهم أقل بالرياضيات، يصير النص أو صيغة الكتابة تصير صعبة، وأكو بالعكس. فنادرين اللي يقدرون يكتبون نص السؤال بصورة علمية جيدة بحيث إلى تفاسير قليلة، تفسير واحد، وهذا جدا صعب، لأن كل الطلاب حسب قدراتهم الذهنية، حسب الخبرات وحسب الإمكانيات يفسرون النص. والمفروض إنه واحد ما يكون شديد جدا، إنه الطالب أو الطلاب لازم لهم تفسير نفس التفسير لكل الأسئلة، وإنما يجب أنه نعطي مجال لعدة تفاسير، وإنه عدة حلول ننطي صح. الآن نبدي نحل المسائل. السؤال الأول: لدى وائل 45,500 دينار. وحتى نقرأ هذا بصورة جيدة، هاي 3 أرقام في دائرة والرقمين الباقيين في دائرة، والدائرة الصفراء من نقرأ 45 نخلي وراء كلمة ألف، 45,000، وبعدين نقرأ الدائرة الحمراء 500 دينار. يشتري 20 كتابا. ثمن الكتاب الواحد ثمنه 2,400 دينار، يعني 2,400. ما المبلغ الذي يحتاجه لإتمام عملية الشراء؟ أنا أشوف هذا السؤال مو كلش واضح، لأن يجوز واحد يفتهم إنه ما المبلغ الذي يحتاجه لشراء 20 كتاب، أو واحد يفتهمه ما المبلغ الذي يحتاجه حتى
يستطيع أن يشتري 20 كتاب لأن هو عنده مبلغ. المفروض كان السؤال يكون أسهل، المفروض كان يكون مثلا كم المبلغ اللي يحتاجه للشراء 20 كتاب. لإتمام العملية كلش صعب فهمه، العملية إتمام عملية الشراء صعب إنه نفتهمه. بس الآن نحله ونشوف مع بعض كيف أنا افتهمت السؤال. أنا أعرف هو يحتاج يشتري 20 كتاب، هذه 5 كتب، وبعدين 5 كتب، 10 كتب، وبعدين 20 كتاب، ها 20 كتاب. وأنا أعرف إنه كل كتاب سعره 2400 دينار. حتى أعرف كل الكتب مع بعض، إذن أضرب، عندي 3 أصفارة أكتبهم وأضرب 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 2 4، كله صار 48,000 دينار سعر كل 20 كتاب. بعدين أفكر هل هذا جواب أو مو جواب، لأن هم كاتبين لإتمام العملية. هو عنده 45,500 دينار. إذن أنا شنو أعمل؟ لو كانوا كاتبين ما المبلغ الذي يجب أن يضيف إلى المبلغ، هو إنه أطرح حتى أعرف المبلغ. بما أنه السؤال غير واضح وقابل للنقاش، إذن أنا يجوز أطرح حتى أنا أقول افتهمت السؤال، إنه يريدون مني كم المبلغ الباقي اللي يحتاجه حتى يتم عملية الشراء. وائل يحتاج فقط 2500 دينار أخرى حتى يقدر يشتري كل هاي الكتب. إذن حسب فهمي للسؤال أجاوب. السؤال مو كلش واضح بالنسبة إلي، بس أنا يجوز أجاوب. لو وائل عنده 2500 دينار ويضيف إلى 45,500 اللي عنده، يقدر يشتري 20 كتاب، لأن 20 كتاب سعرهم مع بعض يساوي 48,000 دينار. السؤال الثاني: في الساعة 5 مساء كانت درجة الحرارة عند سفح جبل الشيخان 4 درجات سليزية. بدأت درجة الحرارة تنخفض بواقع 2 درجات كل ساعة. إذن هذا كلش مهم. الانخفاض يعني سرعة انخفاض درجة الحرارة، كل ساعة تقل ب2، كل ساعة تقل ب2. وبعدين من كلمة كم يبدي السؤال: كم تصبح درجة الحرارة في الساعة 12 ليلاً؟ أقرأ السؤال مرة مرتين وأعرف شنو المطلوب مني. الآن أبدي أخطط كيف أعمل. كل ساعة أطلع درجة الحرارة بعد 5 مساء. فكتبت هنا مثلا الساعة 5 كانت درجة الحرارة 4 درجات سليزية. بعدين الساعة 6 نزلت درجة الحرارة ب2 درجتين، يعني من 4 ناقص 2 يصير 2.
ساعة 7 2 ناقص 2 درجة الحرارة صارت 0. ساعة 8 0 ناقص 2 ناقص 2. ساعة 9 ناقص 2 وناقص 2 ناقص 4. ساعة 10 ناقص 4 ناقص 2 ناقص 6، وهكذا إلى أن وصلنا لساعة 12 درجة الحرارة ناقص 10 أو 10 درجات تحت الصفر. فإذا هذا جوابي ناقص 10. حتى أتحقق من جوابي أستعمل طريقة أخرى، والطريقة الأخرى إنه أفكر من ساعة لساعة 12 أجابها كم ساعة. إذن أطرح 12 من 5 وأحصل على إنه 7 ساعات. بما إنه أعرف كل ساعة تنقص درجة الحرارة درجتين، إذن أضرب 7 في 2 وأعرف إنه من ساعة 5 لساعة 12 نقصت درجة الحرارة ب14 درجة. إذن أنقص، كانت 4 أستعمل جملة الجمع، يعني 4 زائد -14 -10، يعني 10 درجات تحت الصفر. بما أنه حصلت على نفس النتيجة، إذن شبه أتأكد أنه يجوز حلي صحيح. السؤال الثالث: الإنتاج الأسبوعي لأحد مزارعي الفاكهة 65 صندوقاً. باع إنتاجه بسعر 9000 دينار للصندوق، يعني للصندوق الواحد 9000 دينار سعر البيع، ولكن خسر في كل صندوق 200 دينار. ما تكلفة الإنتاج لهذه الصناديق؟ هذا سؤال كمان صعب. صعوبة السؤال تكمن في إن الطلاب لازم لهم إلمام بالإنتاج، بالتكلفة والإيراد والربح والخسارة. يعني الطلاب لازم يعرفون إنه الإيرادات ناقص التكاليف يساوي الربح. يعني الإيرادات لازم دائما تكون أكبر من التكاليف لكي نحصل على الربح. إذا كانت الإيرادات أكبر ربح، إذا كانت التكاليف أكثر إذن تصير خسارة. وبما إنه هنا صارت خسارة، إذن لازم التكاليف كانت أكثر من الإيرادات. بما إنه خسارة، إذن التكاليف صايرة أكثر من الإيرادات. 9000 سعر البيع أجمعها مع 200 الخسارة، أحصل على 9200 دينار تكاليف للصندوق الواحد. بعدين التكاليف 65 صندوق أضرب في 65 يصير عندي 598 ألف دينار التكاليف الكلية ل65 صندوقاً. إذن هذا يكون جوابي. حتى أتحقق إنه جوابي صح يجوز أستعمل غير طريقة أخرى، وهاي الطريقة الأخرى هي بما إنه 200 دينار خسارة صندوق واحد أضرب في 65 الخسارة الكلية
13,000 دينار. وسعر البيع 9,000 أضربه في 65، 585,000 دينار المبيعات. وبعدين أجمع ويا الخسائر الكلية وأحصل على نفس النتيجة، نفس الجواب. إذن أتأكد أكثر إنه يجوز جوابي صحيح. ودائما نص السؤال كلش مهم. عندما توجد صعوبة في إنه أحصل على الحل الصحيح، مو شرط إنه أنا افتهمت السؤال غلط، وإنما نص السؤال يجوز صياغة السؤال صعب فهمه، أو مرات غلط الصياغة أو النص غلط، سواء كان بالقواعد أو بالإملاء أو بالتعبير. نجي على السؤال الرابع. تحتاج آمال إلى 26 قطعة من شريط زينة، طول كل منها 3 أمتار. كل شريط طوله 3 أمتار. فإذا اشترت شريطا واحدا طوله 51 متر، هل يكفي هذا الشريط لما تحتاجه آمال؟ هل يكفي أو ما يكفي؟ فقط إنه نكتب يكفي أو ما يكفي. إحنا نعرف إنه 26 قطعة تحتاج، وكل قطعة 3 أمتار. خلينا نشوف كله مع بعض ايش قد. نضرب 26 في 3 يصير الجواب 78 متر. وهي تشتري 51 متر. 51 أقل، نكتب 78 أكبر، أو نكتب 51 أقل من 78. هي تحتاج 78، وإذا تشتري 51 ما يكفي، إذا نكتب لا يكفي. فطبعا ما يكفي، لأنه 78 متر تحتاج آمال. إلى اللقاء في درس جديد.